السعودية ومهرجانها ومصر والأمور اللي قاعدة تصير هذه كلها. يمكن الفيديو هذا راح يزعل ناس مني يعني، بس أنا بصراحة في كلمة حق أبي أقولها يا أخي. أنا جيت مصر هني صار لي تقريبا حوالي 7 أيام، ما في شيء واقف نهائي، كل شيء موجود، مسرحيات موجودة، السينمات موجودة، الفنادق موجودة، كل الأمور السياحية متوفرة، كل السهرات الليلية موجودة، كل شيء موجود داخل مصر. أنا أول ما جيت دشيت مصر هني من حوالي قبل 7 أيام، وجهوا لي دعوة، اللي هي الدعوة اللي شايفها تحت هذه كانت دعوة ملكة جمال مصر والعرب، تاريخ 29 كانت في شيراتون القاهرة. طبعا ما رحت يعني لان استغربت ان انا اروح دعوه مثل هذه، مو وقتها يعني، امور غزه والامور هذه كلها. بس ما طلعت تكلمت واعتذرت وقلت الامور وان مصر شلون تسوي مثلا ملكه جمال مصر والعرب في هذا التوقيت. لا، بس اعتذرت لهم وما رحت وانتهى الموضوع خلاص. فكل الاشياء هذه كلها موجوده على فكره داخل مصر وموجوده ما وقفت. راح تقولي انه هو اعتمادهم على السياحه. المهرجان اللي موجود بالسعوديه او بالرياض على فكره هو مهرجان سياحي، يعني هو لاستقطاب السياح. واللي راح يقول لي انه مهرجان رقص، انت ما شفته. مهرجان الرياض هو ليس له علاقه بالرقص وبالامور هذه، هو مهرجان في وايد اشياء. اذا انت بس عينك راحت على الرقص اللي هو اصلا مو موجود، يعني الرقص هو معروف وين مكانه، مو موجود هناك اساسا، في مغنيين يعني. والفيديوهات طبعا اللي موجوده اللي قاعده تنزل من صفحات من ناس تستغل الموقف هذا. يعني تخيل لما انسان يطلع يهين السعوديه بهذه الصوره ويلبس اللبس يعني الشخصيه اليهوديه يعني، ويتكلم عنهم بهذه الصوره. ليش كل الكره هذا اللي طلع فجاه تجاه السعوديه؟ مو معقوله موضوع المهرجان راح يسوي الكره هذا كله اللي تجاه السعوديه. المهرجان اللي هو العادي اساسا، اللي ممكن يكون موجود او هو اساسا موجود اشياء شبيهه مثله موجوده بكل الدول بما فيها مصر. هل موضوع الاهرامات عادي يا جماعه؟ ترى موضوع الاهرامات هذه يعني هي المنطقه اللي فيها مهرجان الرياض، وهو متوفر فيه كل الاماكن الاثريه والاماكن الاشياء اللي هي تكون ايدل يعني بالعالم موجوده هناك في المهرجان هذا. واهرامات الجيزه موجوده هناك، هم مسوينها كشيء ايدل عالمي موجود هناك. وما قال ان هذه يعني اهرامات السعوديه، لا والله ما قال ان هذه اهرامات السعوديه، هو قال عادي يعني اهرامات القاهره. انت ليش زعلان؟ على فكره ترى الشعب السعودي والسعوديه من اكثر الشعوب محبه الى مصر. انا كل ما امشي باي مكان اي خليجي اشوفه لازم يكون سعودي، يعشقون شيء اسمه مصر. ليش سويتوا الكره هذا كله؟ انا بصراحه الموضوع هذا كان مضايقني، وحاسس ان انا المفروض ان انا اتكلم فيه، لان اللي قاعد يصير مع السعوديه شيء غريب جدا جدا جدا. كما لو ان هي الدوله الوحيده بالعالم اللي عندها شيء معين يخص السياحه. كل الدول موجود عندها امور سياحيه ما وقفتها نهائي. ليش بس السعوديه؟ انا ما ادري. يا رايحين على مصر مين يبعت سلام في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين وديامة فيها مخلصين، يا ما شاء الله. وفي أزهار العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله.